صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوني. النهارده هنعمل غدوه سهله وبسيطه، هنعمل صينيه فراخ ني في ني بطريقه كده بسيطه، بطريقه امي الله يرحم الجميع، بطريقه ما فيهاش افتكاسات كتير وما فيهاش بهارات كتير. بصوا طريقه سهله وبسيطه وكان طعمها في منتهى الجمال، فيها الريحه بتاعت امي وامهاتنا بتاعت زمان. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا جبت الفرخه وغسلتها كويس ودايما بتبل الفراخ من بالليل. آه، ايا كان انا هعملها، انا بتبلها من بالليل، بتفرق جدا في اللحم بتاع الفراخ. جبت بعد كده البصل، كميه بصل محترمه زي ما انتم شايفين، بهارات، فلفل اسمر، شويه كزبره بس، والملح طبعا بتاعي، وحطيت مكعب مرق وحبهان وورق لوري. هنا شويه شطه صغيرين، انتوا عارفين ان انا بحب الشطه ومدمنه شطه، يعني هي دي اساسي في كل اكل. هدعكم كويس جدا كلهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين، وحطيت الليمونه. طبعا البهارات هنا كانت قليله جدا، ومفيش بقى الحاجات اللي احنا بنعملها دي، لا. الحاجات دي كانت امهاتنا دايما بتعملها وبتعلمها لنا، اسهل وابسط اكله كان ممكن تعملها لنا، وكنا بنفرح بيها جدا، وطعمها سبحان الله كان هايل جدا. دعكت هنا الفلفل الاسمر بالبهارات بالفراخ بالتوابل بكل حاجه مع بعض كده زي ما انتم شايفين. ابتديت ان انا اجيب الفراخ واتبلها كويس جدا. بصوا انا عايزه اللحم ياكل في التتبيله زي ما انتم شايفين كده. بصوا من جوه ومن بره، لو عايزين يعني والجلد مفيش مشاكل تشرحوها كده، تعملوها نغزات كده، برضو مفيش مشاكل زي ما انتم شايفين كده. بصوا مفيش حاجه، احنا ما خدناش حاجه، يعني احنا كل الحكايه ان احنا تبلناها بشويه البصل والبهارات. بعد كده جبت الصينيه بتاعتي وحطيت فيها ماده دهنيه، كنت طبعا مشغله النار، وهبتدي ان انا ارص الفراخ فيها. طبعا ممكن فراخ كامله، ممكن وراك، ممكن صدور، اللي يعجبك. بنفس التتبيله، طبعا انا عصرت ليمون، بنفس التتبيله اللي انا تبلت بيها الفراخ هبتدي ان انا كل التتبيله بالفراخ احطها في الصينيه. يعني انا مش محتاجه اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين كده. وهسيبها بقى ايه على النار. هنا كل الكميه حطيتها بقى، وحطيت طبعا ايه الخلطه الجميله دي، ريحتها بتبقى هايله قوي. دي الصينية المعتمدة بتاعتنا، بتاعت زمان، بتاعت أمهاتنا، كانت في منتهى الجمال كده وسهلة وبسيطة، وفي ثانية إلا ثانية تبقي عملتي صينية فراخ وطلعتي من المطبخ واستوت زي الفل. هنا بقى ايه، قطعت عليها شرايح طماطم زي ما انتم شايفين كده. طبعا انتوا عارفيني اي اكله لازم احط فيها فلفل سبايسي كده حامي، لو عايزينه رومي مفيش مشاكل، انا حطيت الاتنين زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى ان انا اكون مسخنه ميه، في ميه سخنه عندي بقى، وهبتدي ان انا احط شويه بشويه، شقشاق ميه بشقشاق ميه، شقشاق يعني شويه بشويه. بصوا بقى شكلها في منتهى الجمال، سهله وبسيطه. البصل في التوابل عكت بيها الفرخه وحطيتها على النار بماده دهنيه مع شويه فلفل بعد كده وطماطمايه، وحطيتها على النار. بصوا مفيش اسهل من كده زي ما انتم شايفين كده. كل شويه بقى ايه ازودها شويه ميه بشويه ميه، وطبعا لازم اغطيها عشان تستوي من فوق لتحت. عايزين تحطوها ورق فويل من فوق، وبعد كده تحطوها في الفرن تاخد الوش الجرطان بتاعها المحمر كده لون الشوي، مفيش مشاكل. عايزين تكملوها في الشوايه برضو مفيش مشاكل. هنا استوت زي ما انتم شايفين كده، ما خدتش وقت. عايزين تحطوا في حمايه برضو ريحتها هتبقى في منتهى الجمال. وعملت معاها رز ابيض، وعملت شوربة شعرية، هبقول لكم عليها بعد كده عملتها ازاي. هي شعرية متحمرة وبضيف عليها الشوربة زي ما انتم شايفين، سهلة وبسيطة، ان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، ومتنسوش تفعلوا الجرس. بصوا بقى سويتها وبعد كده حطيتها في الفرن، خدت الوش اللي انتم شايفينه ده. بصوا بقى الصوص بتاعها خطير، عايزين تاخدوا الصوص بتاعها وتحطوا تعملوا فيه بطاطس مفيش مشاكل. بصوا بقى الصوص بتاعها خطير، الطماطم مع الفلفل مع البصل عامله شغل جامد. هنا بقى الرز بتاعي في منتهى الجمال. بصوا بقى خطيرة. بصوا بقى الوش بتاعها في منتهى الجمال. انا سويتها شوية من فوق وبعد كده حطيتها تكمل سواها في الفرن. بصوا بقى اسهل وابسط صينية فراخ ممكن تعمليها، ما بتاخدش وقت، في منتهى الجمال. ودي كانت الاكلة الرئيسية بتاعت امهاتنا الله يرحم الجميع، وسهلة ويا رب تعجبكم.